كانت الملكة تبحث عن حفيدتها المفقودة، لكن في أحد الأيام ظهرت أمامها فتاتان، وكلتاهما أدعت أنها حفيدة الملكة. إحداهما جاءت فقط من أجل الحصول على ممتلكات تقدر بالملايين وبخطة كاملة. لم يكن لدى الملكة سوى صورة قديمة واحدة، ومن حيث الملامح كانتا متشابهتين قليلا. وللكشف عن الحقيقة قررت الملكة إجراء 3 اختبارات. الاختبار الأول كان العناية الشخصية، ما إن بدأ المؤقت حتى بدأت الفتاتان بالتحرك بسرعة. كانت إحدى الفتاتين تدعى لونا، وكان شعرها ناعما كالحرير ولامعا، أما الأخرى فكانت نوفا، وكان شعرها متشابكا وفوضويا. عند رؤية هذا الفرق الكبير بدأ شك صغير يتضح في ذهن الملكة. الاختبار الثاني كان السرعة والأسلوب. كانت الأميرة الحقيقية تحب سباقات السيارات، لذلك كان على كلتيهما التسابق باستخدام سيارة رياضية. انتهت الجولة، وكان شعر لونا لا يزال مثاليا، وكأنها خرجت للتو من إعلان. أما نوفا فبدت بحالة سيئة، شعرها يتطاير والغبار على وجهها ومظهرها متعب. أدارت الملكة وجهها بعيدا. الاختبار الثالث والأخير كان قضاء 47 ساعة بالقرب من عربة شواء، والوقوف وسط الدخان لمعرفة كيف سيصمد الشعر. أصبح شعر نوفا خشنا مثل قشور الذرة المحروقة بسبب الدخان، بينما بقي شعر لونا ناعما كما لو أن الدخان لم يلمسه أبدا. اكتملت الاختبارات، وبدا قرار الملكة شبه محسوم. كانت على وشك إعلان لونا حفيدتها الحقيقية، لكن في تلك اللحظة رأت حزنا بريئا على وجه نوفا، تماما كما في صورة الطفولة، حيث كانت حفيدتها تبتسم وهي تبكي. تذكرت أن شعر حفيدتها كان دائما متشابكا في طفولتها. ثم في أحد الأيام أعطتها الملكة مشطا خشبيا خاصا، ولم يصبح شعرها حريريا إلا بعد ذلك. امتلأ قلب الملكة بالمشاعر، والآن أصبحت متأكدة أن لونا هي الحفيدة الحقيقية. اتخذ القرار، عادت لونا الآن إلى القصر، ولم تحصل فقط على الميراث بل أيضا على حبيب وسيم ومهتم أصبح الآن معها.